قال: وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ظاهرين أي غالبين، ظهور معنى الغلبة والنصرة أو الانتصار، غلبة والانتصار. ظاهرين أي غالبين منتصرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم أي من غيرهم، لا يضرهم من خالفهم من غيرهم، من أهل البدع، من أهل الكفر ومن أهل الملل، لا يضرونهم. قد يحصل الأذى لكن الضرر لا يحصل بإذن الله عز وجل. قد يحصل الأذى، لن يضروكم إلا أذى، نحصل الأذى، لكن الضرر نعم لا يضرونهم، لا يضرهم من خالفهم أي من غيرهم، سواء كان من أهل البدع أو كان من أهل الكفر. ولا من خذلهم أي ممن كان يتظاهر أنه معهم، يتظاهر أنه معهم ثم يحصل الخذلان. لأن الخذلان يكون من الداخل، والمخالفة تكون من الظاهر من الخارج، وأما الخذلان من الداخل. فكم من إنسان يتستر بستار أهل السنة، ثم إذا قوي ساعده واشتد وصار له أتباع ضرب، تكون ضربته قوية. تأمل يعني أنت الآن نحن نعايش هذه الفتن. انظر أبو الحسن كان يتستر بستار أهل السنة ثم اشتد ساعده فضرب ضربة قوية. الحجوري يتستر بأهل السنة ثم لما اشتد ساعده ضرب ضربة قوية أقوى. محمد الإمام اشتد ساعده وقوي فضرب ضربة أقوى. جاء الآن محمد بن هادي، هذا جاء بالطامة الكبيرة، هذا ضرب ضربة قوية إلى الآن لم يعني تزل آثارها، وإلى الآن مستمرة. فهؤلاء خذلوا، هؤلاء خذلوا السنة وخذلوا أهلها، مزقوا أهل السنة شذر مذر، وأشمتوا بنا الناس، وصرنا حديث على كل لسان بسبب هؤلاء. يعني هؤلاء أهل الخذلان ربما هم أشد من حيث الخطورة، من حيث الأثر، أثرهم على تمزيق أهل السنة أشد ممن إيش من الذين هم خارج أهل السنة والجماعة. فأنت تثبت لا يضرك لا من خالفك ولا من خذلك، ما دمت إيش ما دمت على ما كان عليه النبي وأصحابه، وما دمت سائر بعد أعلام الهدى وبعد مصابيح الدجى وبعد الذين أجمعت